فقلت استغفروا ربكم. انتوا منعكم منه ايه؟ انتوا مش عايزينه ليه؟ طب انتوا في حاجه منعاكم انكم تقربوا منه؟ يا شباب في حاجه مكرهاكم في ربنا؟ يا امه الاسلام في حاجه منفراكم منه؟ يا بنات يا اخوات في حاجه بعدكم عنه؟ طب ايه السبب؟ طب خايفين انه ما يقبلكوش؟ خايفين بعد المعاصي دي كلها ما يرضاش، ما يفتح لكوش الباب؟ يقول لكم جايين بعد ايه؟ خايفين يصدكم؟ خايفين ما يقبلكوش؟ انه كان غفارا. لو تعرفوا هو رحيم قد ايه. لو تعرفوا مغفرته عظيمه قد ايه. لو تعرفوا كرمه قد ايه. ده بعد الاف الرسل والاف الايات في القران والاف الرسائل اللي بعتها لك، لما تعصيه يقول لملك السيئات ما تكتبش السيئه غير بعد 6 ساعات يمكن يتوب، ولو تبت يمحيها، ولو عملت حسنه مش يشطب قصادها سيئه، يشطب قصادها 10 سيئات، ولو ما رضيتش تتوب خالص يفضل يناديك ويفضل يدعوك ويقول لك عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. ولو بعد ما قضيت عمر طويل في المعصيه جيت له قلت له هتقبلني يا رب، يفتح لك الباب ويفرح بيك فرح شديد سبحانه وتعالى، ويقول لك احببتنا فاحببناك وعصيتنا فامهلناك وان عدت الينا قبلناك وان عدت الينا قبلناك وان عدت الينا قبلناك. يا جماعه انه كان غفارا. منعكم ايه؟ انه مش هيقبلك؟ هيقبلك والله، هيقبلك، هيفرح بيك، هيفرح بيكي، هيفتح لكم الابواب، هيكرمكم، هيعطيكم، وبعد كل المعاصي دي بيستر سبحانه وتعالى